اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. ده سكتش تاني للعيد وللكريسماس. ناس كتير طلبت لسن اكبر. احنا عملنا لسن حضانه وابتدائي، وعملنا لراس السنه. المره دي الابتدائي كبير واعدادي وثانوي وخريجين وكبار، كله هينفع، ناس كلها بصراحه. يا رب يعجبكم ومستنيين رايكم. اللي محتاجه يبعت لنا واحنا نبعته له PDF، وفي ناس فعلا طلبت مننا وبعتنا لهم. وشكرا للناس اللي متفاعله معانا. يا ريت يا ريت يا ريت بجد تبعتوا للناس عشان كله يستفاد. يلا بينا نبدأ السكتش، اتفضلوا. يلا يا شباب، البروفا جنرال، التزام. عايزين نطلع حلوين. احنا جاهزين. مينا ومارينا جاهزين؟ جاهزين. يلا يلا كله في مكانه، اتفضلوا. 1 2 3. النهارده احنا ما بعناش ولا حاجة. مش عارف، الناس بقت صعبانة عليا. الدنيا غلا، بس احنا هنلبي احتياجاتنا منين؟ محدش فرحان ولا مبسوط بجو العيد، الكل مكتئب. لو ماما وبابا كانوا عايشين كانوا أكيد اتصرفوا. لسه عندنا فلوس الإيجار والجامعة بتاعتك والكهرباء. أنا مش عايزة أقولك إن مفيش أكل كمان في البيت. يا ربي. طيب انت هتحلها من عندك ولا ايه؟ مينا، فاكر جملة ماما اللي كانت دايما بتقولها؟ جملة ايه؟ مش احنا داخلين على الكريسماس ورأس السنة والميلاد؟ ايوه. امال احنا اشترينا شوية الزينة والشجر ليه وبنبيعها؟ مش قلنا انه سيزون ولازم نكسب علشان نعرف ندفع اللي علينا؟ بس توقعاتنا كلها كانت غلط، وفاضل يومين وكل حاجة هتترمي. لا عارفين نبيعها ولا هنعرف نرجعها ولا حتى عندنا مكان نخزنها. يعني هتترمي في الآخر، صح؟ طبعا. خلاص، يبقى مفيش غير كلام ماما. انت هتجننيني؟ انا في ايه ولا في ايه؟ يا ابني ركز شوية. ماما كانت دايما تقول العطاء. فرحتنا بميلاد ربنا يسوع المسيح بيكون في العطاء. هتفرح غيرك، انت هتفرح. والعطاء ده هيأكلنا النهاردة ولا هيدفع لنا الإيجار ولا مصاريفك؟ طب انت فاكر رد بابا عليها؟ كان بيبقى نفس كلامك، ولما بيشوف النتيجة كان يفتكر آية واحدة بس. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ما انت شاطر اهو وحافظ، بس مش فاهم. نعم. ها، يلا. يلا، مفيش حل تاني. برافو برافو عليكم. المشهد اللي بعده، جاهزين؟ جاهزين. اتفضلوا. 3 2 1. هنبدأ بمين يا مارينا؟ ايه ده؟ مارك داخل علينا اهو. مارك مين يا ستي؟ انتي بتهزري؟ ده معاه فلوس على قلبه قد كده، وكل سنة بيسافر هو ومراته برا مصر، بيعيدوا هناك. بس ده مش مارك اللي نعرفه، وشه حزين ومتغير. أهلا مارينا، أخبار العيد معاك إيه السنة دي؟ هتسافروا فين؟ ها؟ لا مش هنسافر. طب وهتقضوا العيد فين؟ لا، لا مفيش عيد. السنة دي من أصعب السنين اللي مرينا بيها، بس نشكر ربنا. هي مراتك كويسة؟ كويسة. طيب بص يا مارك، احنا كنا ناويين نيجي نسلم عليك ونعايد عليك، فممكن تقبل مننا الهدية دي؟ ايه ده؟ شكرا جدا، بس ده كتير. بس هي لفتة جميلة منكم، فرحتوني جدا. هايل هايل يا شباب. المشهد اللي بعده فين؟ فين إيمان؟ يا إيمان، أنا هنا جاهزة أهو. يلا اتفضلوا. طنط إيمان، ازيك؟ عاملة ايه؟ أنا بخير يا مارينا، وإنتي؟ نشكر ربنا. جبتوا لبس عيد ولا لسه؟ نعم. للأسف لا، مفيش لبس عيد السنة دي. مفيش فرحة العيد خلاص. طنط إيمان عاملة ايه؟ وحشتينا، لينا زمن ما شوفناكيش. وعشان فرحتنا بيك النهاردة ممكن تقبلي مننا الهدية دي؟ ايه ده؟ هو ازاي بيستجيب بسرعة كده وبأبسط الحاجات؟ مينا ومارينا بجد،
انتوا فرحتوني قوي، كسرتم حزني. شكرا بجد. اللي بعده يلا يا شباب، قربنا هانت. يلا اتفضلوا. هو أنا إزاي اتغير مودي كده بسرعة؟ إيه الفرحة الغريبة اللي دخلت قلبي دي؟ جاهزين؟ جاهزين. طبعا الديكورات وكل حاجة هتتظبط آخر بروفا لينا قبل العرض. معلش أنا قطعتكم. يلا يلا هنبدأ من جديد. يلا يلا أو هنكمل، خلونا نكمل. يلا اتفضل يا مينا. ده أنا قلت من بعد حادثة بابا وماما اللي ماتوا فيها الحياة هتقف ومش هيبقى فيها طعم تاني. فعلا فرحتنا بالعيد مش بالفسح، فرحتنا بالعيد مش بس بالفسح والأكل والشرب والخروجات والأصحاب، فرحتنا بالعطاء وإننا نحس بغيرنا. فعلا. انت شفتي مارك كان عامل ازاي واتغير ازاي بعد ما خد الشجرة، مع انها ولا حاجة جنب كل اللي عنده. ولا طنط إيمان، دي كان كل همها إنها تفرح بنتها بلبس العيد وتجيب ليها وبنتها أشيك حاجة. بس بس إيه؟ افتكرت اللي علينا صح؟ ما تقلقش، كله هيتدبر. ازاي بس؟ هنجيب فلوس واكل من الهوا؟ طول عمرنا بنسمع حكايات ان ربنا مش بيسيب حد. شكله جه الوقت اللي هنعيش فيه تفاصيل الحكاية. يا رب حلها من عنده. طنط ايمان، اهلا بيك، اتفضلي. طنط إيمان أول مرة تزورينا، إيه الفرحة دي؟ البيت نور، اتفضلي. شكرا حبايبي. أنا بصراحة كنت عاملة الأكل اللي كانت بنتي بتحبه. كانت؟ هي بنتك كويسة؟ آه، بنتي تعبت فجأة من 3 شهور ورحنا المستشفى، وللأسف ما لحقوهاش وراحت السما. يا ربي، ربنا يعزيكي. ازاي ما عرفناش؟ احنا ما سمعناش حاجة. كل حاجة جت بسرعة. المهم أنا مش قادرة آكل لوحدي لأن بنتي دايما قدامي، فقلت آجي وناكل سوا. ينفع؟ طبعا ينفع، اهلا بيكي. الوقت اللي قابلتوني فيه الدنيا كلها كانت سودة في وشي. كل حاجة بتفكرني ببنتي، لأن في الوقت ده كنا بننزل نشتري لبس العيد والشجرة والزينة، وأنا معدية من قدامكم كنت بقوله أنت خلاص أخدتها ونسيتني؟ طب فرحني بأي حاجة، بأي لمسة ولو صغيرة تقولي بيها إنك فاكرني. لقيتكم بتقدمولي الشجرة، حسيته بيرد عليا قوي، ولقيت الفرحة دخلت قلبي. شكرا ليكم بجد. انتم غيرتوا نظرتي للعيد. الفرحة فعلا بالعطاء مش بالأخذ. مظبوط ان هو العطاء اكثر من الاخذ. يا جماعة انتوا ازاي هايلين كده؟ ده انا الدمعة هتفر من عيني. طب يلا يا حنين، عايزين الدمعة تفر من عينينا كلنا في المشهد اللي جاي. جاهز؟ ولو خليتك تعيط؟ لا كده كتير علي. يلا. انا جاهز، يلا يا شباب. طبعا ايمان هتخرج، مينا ومارينا هتبقوا تلموا الاكل اللي على الترابيزه بعد ما ايمان تمشي، وفجاه الباب هيخبط. تمام؟ يلا اتفضلوا، الباب هيخبط. يا ترى مين؟ خليك انت تعبت النهاردة، انا هفتح. لا خليكي. مساء الخير. اهلا عم ابراهيم، اتفضل. انا اسف اني جاي كده وفي وقت صعب، عيد وزنقه، بس انا كمان مزنوق ومحتاج الايجار. انتم عارفين الدنيا غليت، وانا عندي مصاريف لاولادي بتاعت المدرسه، وانا عايش على ايجار العماره والشقق. اه انا عارف. طيب ممكن تستنى علينا كام يوم تاني؟ بس هحاول اتصرف. للاسف انتم عليكم 3 شهور متاخر، وانا محتاج الفلوس دي ضروري.
احنا في وقت عيد وداخلين على مصاريف الترم التاني. انا اسف، لا ما اتدفعش اللي عليكم لحد الصبح. انا مضطر اقول لكم انكم لازم تسيبوا البيت، لان في ناس تانية جاهزة تأجر الشقة وهتدفع 3 شهور مقدم. عن اذنكم. ايه رأيك؟ هو شكله نسينا خلاص؟ ايه ده؟ مارك؟ اهلا بيك، اتفضل. اهلا مارك، اهلا بيك، اتفضل. انا عارف انكم مستغربين عشان اول مرة اجيلكوا البيت. لا، انت منورنا. انا بس حبيت اجي اقول لكم شكرا على كمية الفرحة اللي دخلتوها قلوبنا. نعم، فرحة. احنا فرحناكم بشجرة. هو الموضوع كبر كده ازاي؟ دي شجرة يا مارك. ايوه عارف، انا هحكي لكم. طبعا انتم عارفين ان انا ونرمين مرتبطين من واحنا في ثانوي، وكنا بنحب بعض جدا لحد ما اتجوزنا وتعاهدنا اننا مش هنسيب بعض، وان كل واحد هيفرح التاني على قد ما يقدر، ومش هننام في يوم زعلانين من بعض. الله، حلوة قوي. يا بختكم ببعض. وزي ما انتم عارفين اننا كل سنة بنسافر برا مصر نعيد برا. السنة دي احنا بنحجز السفر. لقيت نرمين رافضة بشدة. حاولت اعرف ليه، لقيتها تعبانة ومتغيرة وبتحاول تخبي عليا. اخدتها للدكتور وعملنا فحوصات وتحاليل، واكتشفنا انها مرض الكانسر. ومن ساعتها والحزن دخل قلوبنا، ولغينا السفر، ومش حاسين بأي فرحة للعيد. يا ربي، انا مش عارفة اقولك ايه بجد. انتم فعلا قلتوا كتير بالشجرة اللي قدمتوها لي. لما اخدتها لنرمين حسينا ان ربنا بيطبطب على قلوبنا، وفرحة غريبة دخلت فيها. يمكن بالنسبة لكم لمسة صغيرة، لكن بالنسبة لنا إجابة من ربنا لينا إنه مش ناسينا. هو إيه اللي بيحصل ده؟ انتم غيرتوا لنا نظرة العيد. شكرا ليكم. هستأذنكم، لازم أمشي لأني مش هقدر أسيب نرمين لوحدها أكتر من كده. سلام. ربنا معاك. لو عوزت حاجة احنا موجودين. وبإذن ربنا يطمنك عليها. مع السلامة. هو ربنا ازاي عجيب كده؟ شكله عجيب مع الناس بس، لكن احنا الإيجار وعم إبراهيم، والصبح لازم يسيب البيت. يلا يا مارينا، يلا. احنا لازم نبدأ نلم حاجتنا قبل عم إبراهيم ما يجي ما يطردنا بنفسه. هو في ايه النهاردة؟ عم إبراهيم الصبح جه ولا ايه؟ صدقني احنا كنا لسه هنقوم نلم حاجتنا. لا يا مينا، انا جيت اقول لكم خلاص. خلاص؟ خلاص ايه؟ مش هنستنى للصبح خلاص؟ لا يا مينا، الايجار اتدفع وال3 شهور قدام. نعم. عم إبراهيم انت نايم ولا ايه؟ استنى بس يا مينا نفهم. إيجار ايه اللي اتدفع ده يا عم إبراهيم؟ مش جالكم ضيف امبارح؟ مش جالكم ضيف من شوية اللي دخل لكم بعد ما انا خرجت؟ قال لي انا سمعت الكلام كله وسألني عليكم كام، ودفع الايجار القديم وال3 شهور قدام، فقلت اجي اقول لكم خلاص ما تلموش الحاجة. مارك؟ هو انت ازاي كده يا رب؟ طب ليه الدموع دي يا عم إبراهيم؟ ربنا اللي كان عالم بحالي وقد ايه كنت محتاج للفلوس دي، حقكم عليا، بس هو استجاب لي في اخر لحظة. ما كنتش عارف اجيب حاجة افرح بيها اولادي بسبب الزنقة اللي احنا فيها. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك يا رب. فرحة العيد مش بالأخذ ولكن بالعطاء. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ربنا عايزنا نعيد معاه ونحس احنا كمان بفرحة العيد. بس السنة دي فعلا فرحتنا كانت بالعيد مختلفة. شكرا ليك يا رب. الله عليك يا مارك يا حبيب والديك، خلتني اعيط يا ابني، تصدق قصرت فيا. مش قلتلك هتعزمنا على ايه بقى؟ اعزمك
عشان خليتني اعيط، هتخليني اعزمك؟ امال لو ضحكتني يا ابني. لا لا، عشان انا طلعت استاذ تمثيل وخليتك تصدق وتعيط. على فكرة يا شباب، ده مش تمثيل، دي حياتنا. احنا فعلا مشغولين عن صاحب العيد بتفاهات كتير، وخسرنا معاني كتيرة بتدي للحياة طعم وسط الألم والوجع والضيقة. زي العطاء. واحساسنا بغيرنا وفرحتنا لفرحة غيرنا. والأهم إحساسنا بوجود ربنا في حياتنا. السكتش يبان إنه مجرد خيال، كلام على ورق، بس حقيقي دروسه كتير قوي. برافو عليكم بجد، محتاجين نعيد حساباتنا في كل حاجة في حياتنا، والأهم في علاقتنا بربنا. بنفقد فرحتنا بالعيد لأن دايما مربوط بالماديات والأشخاص، مش بيه هو. تجسده هو سر حياتنا. خلونا نتفق إن نظرتنا للعيد لازم تتغير، وفرحتنا بفرحة الناس اللي حوالينا من خلاله هو بس. برافو برافو عليكم يا شباب، التمثيل رسالة لينا قبل ما تكون للناس، واحنا أول ناس استفدنا. ربنا يفرحنا دايما بيه. أنا واثق إن العرض هيكسر الدنيا، مش بالتمثيل قد بالرسائل اللي فيه. شكرا ليكم يا جماعة، معلش يعني احنا اتأثرنا بالعرض، متأسفين على الخبط اللي كان موجود، ويا رب يعجبكم بجد، وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم في اللي جاي. إلى اللقاء.